أوقات كده ممكن يتسلل إلى حياتنا شخص رقيق، ناعم، لطيف، نعرف كده نطمن له، نعرف نتكلم معاه براحتنا، وأول ما نبتدي نتكلم معاه براحتنا وندّي له مفاتيحنا يبتدي يستغل مفاتيحنا ضدنا، هي دي الكارثة الحقيقية. الحقيقة إن الأشخاص المؤذية اللي بتبان بشكل ناعم كده ولطيف في الأول، الأشخاص دي ما بتسيطرش علينا أبدًا بالسحر ولا بالشعوذة، الحقيقة إن الأشخاص دي بتسيطر علينا بالمفاتيح اللي إحنا اديناها لهم وإحنا مش واخدين بالنا، في ساعة غفلة كده ندّيهم كل مفاتيحنا، إيه اللي بيضايقنا وإيه اللي بيسعدنا وإيه اللي بيحرجنا، والحاجات دي أول ما بنُقع مع شخص toxic، الشخص اللي بيبان ناعم في الأول بيبتدي يسيطر علينا بيها. الحقيقة إنك علشان تخرج من ده لازم تفهم إن هو برمجك أصلًا إزاي. فكرة إن شخص عرف كل مفاتيحك، كل نقط ضعفك، هو ده اللي بيخلّيه يستغل ده بسهولة جدًا ضدك. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة خالص لازم تفهم إنك اتبرمجت غلط، والحقيقة إن برمجتك دي سهل إعادة تشكيلها جدًا لمّا تكون فاهم المشكلة أصلًا كانت فين. سيطرة الأشخاص المؤذية علينا أوقات كتير بتبقى بالوِد وبالحب، ما بتبقاش بالخناقات للأسف. سهل جدًا إن حد يقرّب منّك يفهّمك إنه فاهمك، عارف مصلحتك، خايف عليك من الناس، كل الناس اللي برّه دي وحوش، وهو الوحيد اللي عايز يحميك من الوحوش اللي في الغابة اللي برّه، اللي بيحاول يصوّرها لك. الحقيقة إن الناس دي كترت، لإن المباشرة بقت أقل. ما حدش هييجي يقول لك أنا شخص شرير، أنا شخص عايز أسيطر عليك، أنا شخص عايزك في حياتي عشان أستخدمك لمنفعتي الشخصية. ما فيش حد سيء بييجي يقول أنا سيء. المشكلة إن أغلب الناس السيئة لو شايفة نفسها إنها ما عملتش حاجة وإن ده حقها في الدنيا، لكن الحقيقة الخوف علينا إحنا، الخوف على الناس اللي ممكن تُستغل. كلمتين حلوين، دايمًا خاف على نفسك، حاول تحمي حدودك من الناس دي عشان سهل جدًا إن حد يسيطر عليك بالطريقة الودودة دي، أكتر بكتير من الطريقة المباشرة اللي فيها هجوم أو اللي فيها سيطرة واضحة. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها. سلام عليكم.